بناوی خوای بخشنده مهربان، حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بۆ خوای پەروەردگاری جیهان، درود و سلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانە تا کۆتە زەمان. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الرزان بروغرامي زاد بابتي طبعا قناغي دوام بابتي جانامي پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویست صلى الله عليه وسلم قيشتينة لا بريب السدو لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. بله أم سلمة خايل الرازي بيت أفرمي خۆشەویستترین جلوبەرگ لە لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کراس بووە. يعني لەبەرەوەی کراس بطبيعة قۆڵی هەیە، قۆڵی لێوە دەرەکەی ئەمجا زیاتر عورەت داوە پۆشێ. بەڵێ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا بۆ معلومات تاني يعني ئەم بابەتە لە کات پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دو سێ جۆر جلوبەرگ هەبووە. يعني مثلا ئیزار هەبووە، ئیزار ئەوەیە کە لە ناوک بە خوارەوە وەکەوەی لە حەجەی بەسن خاولیەکەیان پارچە قوماشەکەی پەچ دەخۆتەوە و بەشەکەی تر شەیتێتە بانشان و ئینتا ینی دوورینی تیان نییە، قۆڵ وەمانەی بۆ ناکەن. ئەوە هەبووە لەگەڵ کراسە. ئیتر کراسەیان بەهای بۆ کورت بووە، لە ژێر شۆشتی تر هەبووە و هەش بۆ درێژ بووە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆیە کراسەکەی پێ باش بووە، چونکە کراسەکە زۆر ماندووت ناکە، یەکسەر ئەیکەیتە بەر و تاوەکەوە نییە خۆتە پێچیتەوە، ینی سترترە، کراسەکە سترترە. بەڵام ئەگەر ئەمڕۆ بوایە لەوانەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەندێک جلوبەرگی تری پێ باشتر بوایە. ینی کراس ئەگەر ئەم کراسی وە ئێستا برایانی عەرەبی کەنە بەریان لە ڕاستیە ئەو کراسانە ئەو کراسە نییە، ینی بەتەئکید ینی کە پێغەمبەر پێی خۆش بووە، چونکە ئەو کراسە يعني نك عورة درخة، يعني نك عورة يعني كراسة أصلاً يعني نوجي في وكي هل وكواهي شبرتان نبي أو أنا مثلاً بون من الجسد درخة. بلام أجر كراسيك وكو أو شيء كأفغانيا كان يعني مثل باكستانيا كان كراسيك هتان زيكي أجنو لخوار والشروالك لبيا كنبيان أو زور جنجاوة. بالي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبسون القميص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال قصكي ابن عثيمين باسكين ابن عثيمين زمان البيغمبر صلى الله عليه وسلم دوشت هبوا أو الرداء وإزارة وباس ما كان لقل جلوبركة بيغمر إخوة لقل قميصة يعني كراس، يعني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قميصة كيف باشبه لبروي هرب يرجع كاتبري ونجاتي بلا حمو تفاصيلي كهية. بالي. وجورك لتواضع شيء يعني جورك لتواضع تياه بلام أود النيابا أما أو كراسنية كيستحي يعني ببلغيشي زور يعني بونمونا اسم ما مسسوران كمثلا بون ما دجداشي لبراي إيسا أسبي بيرا ما مساسوران سواري بي شون سواري بي حبيب جديد الدم تيجي أخيرا خوجاران جودريج بو أسب بو وانيا وانيا شر الشمشير كبو شر الشمشير كري كوابو أولنية لا سطع الصط هل أمشر والله خو معنا تانية لقل إنك كباني قرتو زور تشتكي سبورت وجوانو يعني أجر والله طبعا لو كاتها ممكن سنيت يعني الشر والله كشيء أو شيء يعني شو كالنبوة يمكن يعني قماش نبوة برأنا يسمع عمل قماش أو آسانة وهنا راسي قماش زور قرصة يعني جلوبرك دورس كردن أجر بدس بتشنيني دس بيزور قرصة زور. بله. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أي محلول أزراري. أما خوي بلغير سرق سقيم من الله معاوية يكرر قراء الله هاتنا خزمتي في غمري صلى الله عليه وسلم. بلى طبعا نباوي شواء أجرت الله هاتنا خزمتي في غمري صلى الله عليه وسلم رهت يكلا مزينة بوي بيعات في غمر بدين الله
خەمیسەکەی پێغەمبەر دوگمەکانی کرابەوە کەوابوو یعنی هەر ئەینە ئەو کەواسەڵتەیەوە خۆمان ئەو سەڵتەیەوە خۆمان ئێڵێن بەس زۆر شۆڕ نەبووە زیاد لە حەد حتا شۆڕەکانیشی لە کراسی ئێستا باشترە چونکە ئەوای کەیتە قاو ئەمجا مەجالی زۆرە کرانەوەی تایە ئەوە يعني أو بري مجالي هاتيا أمي سنية بلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. الثوب القطري نوع من الثياب اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وخطوط مع خشونة. بلى طبعا هو حديثي شرب الغية لسرويك أفرمي أنس كوري مالك خوایل الرازي بفرمويتي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم درچو بونيوش دار لكاتي نخوشيكي أبوه خوي دابوه سرشان أسامة كوري زيدا جلوبركي قطري لبرابو قطري يعني جوريك لبوشاكي يمنية للوكا دروسكري ميلان أبو السور سوري كيتيا يعني سور كامل نية وخطخته جوريك زبريشي تياي يعني قماشكي نرم نبوه راسه لقطن دروس كرابز نرم نبوه هذا بيغمري خاصة أصلا خوي بي تشاوه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة برد يماني. قال ابن بطال هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. ديار اليمن معني تعمل معمل قماش أبوه يعني زور بيك بوشاكي أو كاتا يمني بوه باشترين يعني حبارة بوه يعني أو كاتا زور قماشك وماركة كي تشاك بوه عليه بيغمري خاصة زور حزيل يكردوه يعني كإنسان يبوشي سراحة يكرد سلا يخومان هرواعي سيسير كان دي قماشي نبر براسي توشي حساسية تكاد توشي هنيك شيء ناس يعني خوشة بلا بيغمري ولا وسطها أبوه نق حريري كله تبر ونش قماشي كي زور طبعا الزبدي لبرابو الزبدي لبرابو بلام حزي لوسطك كردوه بلا ما السنة عند لبس ثوب جديد. بلا كاد السنة شيء كاتي جلوبرجي كي تازل بركيت شون السنة تشيب كي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر جلوبرگی کی تازه بکرده بپوشه اتر هر جلوبرگی به عمامه بو یا قمیص یا قاتیک یا عبایک نایو بردو ای فرمو خواه سواز بوتو که ابد کرده برم يعني امد پوشیم داوای خیری امو خیری اوی کبوی دروس کراوه داوای اود لیکم و پنات پیگرم لشر امو لشر اوی شی کبوی دروس کراوه. لبس البياض وشاكي السبي وكان أكثر ما يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. والله جلوبرجي السبي طبعا زوج جلوبرجي كي جوانا ومرغوبش على شريعته يغمر يقول صلى الله عليه وسلم تابوي بكريا سبي كردبر وأي فرمو هول بدن جلوبرجي سبي لبركن زندوكانتان بي بوشن ومردوكانشتان للسبيا كفن بكن چونك باشترين جلوبرجا مالي هم خور طبعا بو قرما بتابتي للصحراي او صحراي كوانتي ارجاون دنيا قرم بو اواناس براسي سبي چاكا بو قرما وهم بو اوشي كديار بي چيكاتا بيز بو بيسيتي كي ديار بي بو بيشوري مالي. صفة لبسه هم جوري كش لهيبتي هي سبي براستي اي سبي جوانيكي تاعه راسه او تري الرش ملكي الوانه عشاي رنقه كان بس سبي من قناعات ما سبي ملكه يعني سبي زور رنقي كينا چونکە ئەو کاک حاجیش ئەڵێ بۆکیشی قسەپاڵی ئەڵێ بۆکیش سپیە پۆشێ جاتر لەوە خۆشترەیە قابی کاتە نووسیویار مسلمانە حەزی لێک. بەڵێ. صفة لبسه صفتي بوشيني بيغمر كان ثوبه صلى الله عليه وسلم إلى منتصف ساقه وكمه
إلى رسغه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه حلة حمراء. قال أبو جحيفة: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وعند الترمذي وحسنه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في لباسه، وكان يحب القميص ويلبس غيره من الألبسة والأزر، وكان يتوشح باللباس أحيانا ويتزر به أحيانا، ولم يمنع نفسه من لبس الثياب الحسنة، وكان يحب الألبسة البيضاء المخططة بحمرة أو بلون آخر. كوابو يعني اشتكني في غمري خاص عصام أو كبري هني اللي أكرد به الله في غمري خاص الله سمزور متواصع ولا جلو برقيا، يعني نرو يشتوى جلو برقيا كي زور فاخر لبركة، يعني زياد لحد قران بها وحزي شي كردو لقميص يعني لكراز بوت شي شكا جوريك لتواضعي تيعاوي نجات تبي كي تبرتو النجات تبي و لقلوا يشاك حزي لو كردو بلام البيسيتر شي لبر كردو إزار و إنه جاري وابا قماشة كي بيشاوة أخويو، يعني مش تعنيك شي كردو حسب PVC حسب كاتكان ومنعي خوي لك كردو لو يكرابلي كالبالي جوان لبرنك، يعني كالبالي جوان شي لبر كردو وجوراو جوري شي لبر كردو بلام أويك حزي لي كردو جلوبرجي السبي رنجي سوريا خط سوريا خط رشي تيابي، يعني جوريكي تري تيابي يرى أو سبي شلكاتي في غمرة صلى الله عليه وسلم سبيكي كامل نبوه سبيكو خطي تري تيابوه حتى زياتر سور بوه يعني سوري تيكال بوه، يعني أو قماشة قديمة كان حتى قديمة كان يبيشيناني خومانش يعني بابا بيران من هربوا بوه، يعني جلوبرجا كان يعني جلوبرجا يك رنگي نبوه تماشاكي سيركي جورك لبعضيتي تيابوه. لبس الأحمر وحكم ذلك. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. حلة، قال أهل اللغة: الحلة الثوبان لا يكون واحدا وهما إزار ورداء ونحوهما. قال سفيان: أراها حبرة، أي لم تكن حمراء بحتا بل كانت حبرة، يعني كان فيه خطوط حمراء وهو الراجح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا، فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. والله طبعا من أول السر أو دوست كلمة قران دبير مشوز هني كم في غمري خاص الله عليه وسلم جلوبرجي دائما كرتبوا لا سروي قاب الرقيبوا وقولي شيء حتى أمن هنا بوا، يعني طبيعتي في غمري خوا وابوا بتايبتي أجر كراس أو جورشتانا ببراسي خشبة الزبية ناكريت إنسان زور كراسة كي شوربه كلا بكيو تجير بي طبعا بو أفرد وانية أما بو بياو أفردش حتى قنابي يعني بالكيتا بياو بكيوه أبي إنسان هم مراعاة وبكا والشوية بيكين الليلة بس يجلو برقي سولكا چونك هندي أحاديث وكبون من أم حديثك أبي جحيفاء يريتوا لباوكيوا أفرمي بينين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حليكي حمراء لبرابو، يعني جبيكي سوري لبرابو علي حاوة برشامو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كتشون سبيتي باي دياربو، يعني أمنا وي دياربو ستي مدانا شينا سيركي بيتان ديارا يعني بوشي وازب منتصفي ساق يعني لسروي قاب الرقية يعني نك منتصفي الرجل منتصفي ساق ساق ويك أجنوها تخوار به بله جاء فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني قاتشي يعني كأوشوني كبدروا بوا كأنه هوا برشامو شون سبيتي كي ديار بوا جاء ليلة باسي أواكا كآية أم سورة كيسابي جحيفة أغلب أوكم وتيتي السور آية أو سورة حسور يعني الليلة علماء هني كان لها السورة أنا السورة طاقة السورة لبركدن آسايا ويسا حاجي سورة لبرأي راس أم سورة جوريك للسوري هنا أما سوري توخنية
زەق نییە دیارە ئەو سوورەی کە حاجی لە بەلایەتی نەکەی پێغەمبەر جار ئاوا بوو زەق بەو شێوە زەق نەبووە کە دیار بێ جا ئیتر پێویست ناکە پێنە و ئینی بکەم حەدیثە وانە بەس لێرە زانایان خوا عافیان کە ئیتر زۆر ڕۆیشتنە و چۆنە بێ و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم منعی سووری کردەوە تێ با زەرق و بەرەق پێغەمبەر فری زەرق و بەرەق نەوێ نەوێتەوە سوور مەنع زەرق و بەرەق کەلبە لێ حەزۆر زەرقە ئیسا ئەو سوورە زەرق نییە بەس هەنێ سوور هەیە نازان بۆ ناشێ ئینسان بیکاتە بەر یعنی ئیسا ئەو زەردەشە بۆ پیاو لەوانەیە تۆ زەهین بێ ئەمەش جۆرێک لە هینی تایە وانە زەقی تایە ئەو لەماعەیە کە پێغەمبەری خوا نەهی لێ کردە بەڵام ئەو سوورەی کە زۆر لە مەعبداتەوە ئەویان نەهی لێ کراوە بۆ پیاو طبعا دیارە بۆ ئافرەتیش لە دەرەوە بە هەمان شێوەیە بەس لە ماڵە ئاساییە بەڵام سوورێک کە لەمعی نەبێ شتێکی طبیعیە پێویست ناکە زۆرینی بۆ بێنین جا عولەما یەکێک لەوانە شێخ ابن عوثەیمین ئەفەرمێ دیارە ئەو سوورە نەبووە بە کاملی بێ دیارە جۆرێک لە سپێتی تیا بۆ خەتی تیا بۆ هینی بۆ دۆزنەوە هینی بۆ دۆزنەوە وەکو چۆن بڵێ جۆرێک لە پینەی بەس بە پێویست بۆ پینە ناکە من ئەڵێ پێویست بۆ پینە ناکە خۆی زۆر وازحە یعنی ئەوەی کە لە حەدیثەکان هاتووە باسی زەرقەکە باسی سووری ناکە ئەگینا سوورێک ئەگەر طبیعی بێ ئەم جا یەک شتێکە زۆر مهمە هەر لەونێ لە ناو خەڵکە بۆ جێی سەرنج حتا جلوبەرگەکەش سە زەرامێ هەنێ کابراەکە چیچۆی ناوە نادات چیت ناوە ئەبوو چیچۆ دیتانە جلوبەرگەکەی زەردە و ناعم جلوبەرگی سەیر و سەمەراکاتە بەر ئەو شتانەیە کە پێغەمبەری پێوترێ لیباسی شوهرە و پێغەمبەری خوا نەهی لێ کردو یا ئێستا بۆ نمونە ئەو ڕۆژە بینیم کابرای خاوەن شەریکەی کۆمپانیایەک حەج جلوبەرگ و کڵاوەکەی سەری و حتا پێڵاوەکانشی قشتی زرد وەکو ئەو زەردەی کە ئێستا عەرستانم کرد هەموو هەڵ مامۆستا قاتەکەی قەمیسەکەی قەنتوڵەکەی هەموو خاوەن شەریکەکە هەر وەکو علامەیەک ئەو کابرایەوە ناچێ هەموو کاتێ وابێ بەس لەو شوێنە ئەو جۆرە لیباسەکە بە بەردەوامی بکرێت بەو لیباسی شوهرەیە و قەدەغی لێکراوە ئەو لیباسە شوهرە قەدەغی لێکراوە بەڵام لیباسی ئەگەر لەگەڵ ڕتمی عامی خەڵکا گونجا هیچ کێشەیەکی تیانە والله أعلم. لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخف. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. يغمر خفي لبيا كردو خف بيستيكا وكو غوروي بس لبيستا أي هي بيستي أصلا هي بيستي عادي يسال من هم بو بيستي أصل شتي زور عجائب زور عجائب أجا فيها خواب كايكي لو يهبه ما هو زور بخوت لما على حموش لكات سرماية زور شاكا دحية كلبي يكي لواني بهدية دعوة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في غمري خواه لبالي كردوها لبي كردوها نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمري خواه زور بيجار نعل هل أو كاتا نعل بوا الرئيزان في الله والنبوة دقمن النبي خفوا نعلي عن لبي كردوها دقمن في الله ودس كوتوها والله إيسا زماني في الله عسان بو لخواه بزابي با يعني بكمترين ساعتو في الله كيدا فيه أما من رحمتك رب العالمين. والله. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: له ما قبالان، والقبال هو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. بله في غمري صلى الله عليه وسلم أن الله يبرسيار ممكن على كان يشون بوا فرمي دو قبالية بقبال يعني هو كان راسي كي وبنجي في ودركيت ولا لولا عين نقول يسنا علي شي بيالين لا يخمن نعني بنجي بيالين لا يخمن أبو شيوان. بله. وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج قال أنه قال لابن عمر رضي الله عنه: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما. السبتية أي التي لا شعر عليها، نسبة للسبت وهو جلود البقر المدبوغة. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين أي مخروزتين أو مرقعتين. بله پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نعالی السبتي لپی کردوها. نعالی السبتي ابن عمر الله پرسیان لیک وتیان بو اما کیت پی فرمی بینیم پیغمبری خدا لپی ابو. نعالی السبتي اوه ک لپی سیمانه دروس کراوه، یعنی پیستی که اصلی چاکه. جا ابن عمر اجلوی کردوها
ولو حديثي ترى على بين بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم نعليكي مخصوف إلى فكرة مخصوف يعني شيء يعني كن بوه يعني في نكرة عائشة خويل الرازي لو حديثك يسب أي خيانته وهو يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان في التواضع كما وصفته عائشة رضي الله عنها يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم خوي نعلى كان يخوي بينا أكرد يعني قال دراب غاية يعني جلو برقكي خوي دانش بينا أكرد وإيشو كاري نامالي لقال خيزان ومالو منال أكرد زور طبيعي يعني مش عيب يعني إنسان بو مالي خوي يشبك عيب أويا كتو تكبرت هبي بس مالو منالي خوته يعني تواضع يبرا تقول يسمنه خيزان فرق مانشي يعني فرق ما تشيه هون يعني مال هردو لا منال هردو لا يعني في بيسها بيك وخدمتي بكين بيك او مال بين الريو يعني اگر انسان لين الجانب به يعني ما بس ما ويش شان يشور بما مالو مناري خوي وش شانازي وسربرزيه نك اخوان اخواز هني كسيه كاتو ما جنانيه نازم او طبيعتك عشائريه براسي رك مخالف دين الاسلام اگر وابا في غمر يعني اقريته او اخوه انا مبدا او لفظا عشرين انا رايك في غمر اخوه اقريته ويزور جناح انسان وقسانه بك بالعكس يعني انسان مالو مناري خوي خوش بيت وخدمتي مالو مناري خوي بك وجاري واحد تهرنا تشاري تجاري واحد جنكت مثلا بون من على جنكت اي شيء كاري كي بيسو من على تو بيت بيسو من على تو خليكي بيسو مال حتى بيسو تشيش دروس كده برو خزانه كنا خوش خزانه كده مش كشتي شانازي بو بياو اگر بياو او ايشانه بكات او دليل اوي كان بياو مالو مناري خوشه وحزناك خلكي تربيه سله مالو مناري تيدا من اگر خم بتوانم كاروباري مالي خم ومريو بروميكي كي تربيه مجنيه بيان كشي بيان كسيتر بخدمتي خزانكم كمل لكاتك شنو الزحمه كل زول لو مشاكلاني كدروس بيننا وخلكوي كي تمام خدمتي نامالكتك ايتري كاب من مشاكل دروسك كيوتب عيب يكسر كي نامالت ازاني شن من زور جان علم خوزغا بمزنه بوريم چاك بكرده كاربام چاك بكرده يشو كاري نامالم قشتي بكرده انا ملايك كسي نامالم ببيني خوزغا والله ما حد تشتبيك سيكي تلنا مالك كهر كسيدته مالك اسراري مالك تزاني عيب الدركه اگر كسي امين نبي خو تو شو زاني تو جاري واحد امينه كدسناك نا امينه كديني جاء واحد عيبك ثانيه خاي يقول رحمك شمامك. المشي في نعل واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. بيكتا كان على نهي ليكرا وإنسان يكنع لبيكا ويكيكيو بيبتي يا أو تهرجو بكربيت يا أو تاني هرجو داكنا زور زرري هي كاتتو غير توازن ريبكي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قد غير كوا ببي كإنسان بدستي شاب نان بخوا يان بيك تاكن على يا يك تاك في الله مثلا ريبكا. والسنة في التنعل البداءة باليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بالله الله أقل كسي في الله ولا بيأكل بقى يكم جاب في الرأس يعني ولا بيأكل جاب شاب وكاتك إجداء كان يكم جاب شاب ذاكنا أم جاء في رأس ذاكنا. بالله. ويسن الصلاة في النعلين في غير الفرش. ففي الصحيحين سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ولا خفافهم. بالله السنة إنسان بنعل وجاجان نيوش بك يا بيلاو أجر بيلاو كي باغبو سنته والله نكله عن فرش مگر او نعلى باك بيساني كسيله مالي شان علي انا نعلي باكيه او زور اعتياديه يسر فرش بلام اگر نعلك اگر مثلا بناو مزقوت يابو شن نابيت انسان بيلاو بنعلو روجي كان برادري كي خومان صير يمكن بيلاو تو طبعا فرشغان نوجه مزقوت ترشو مدري وصير يمكن طبعا يعني بيلاو طبعا برهيوانا كده بان فرشغان نوجه بيلاو
مش في متم كاك بوات طبعا كسكنا سيارة السنة جار نلعب يوتم ما نفرش لما نفرش كي مزقوت لا هو شنو السنة تدري لا فرشي ما أبغى ذلك ما أخذ أنا علم فيه جاء أويا السنة طبعا لغير فرشة لغير شونك زرر بدا في غمار خاص الله سبحانه وتعالى مخالفة جولك كانوان ببيلا ومن على ونيجنا كان وبيكن يعني من الله دائما لازم الإنسان نعلي هبي لسر فرش لماله قيد شكل أو سنة تطبيق خبوخت هذا بتقول لما على تطبيقي كده داري شو معلومة زن لك يا تطبيقك كان دياره ولا كاتي في غمار صلى الله عليه وسلم نجي جنازة ونجي ججن وهندي نجا كان لدروا كراوة لبال مزجوت شوني كبر شوني كيتشول بيوترا مصلى ألو عوشتنا كراوة ألو شوناني شبه في الله ونجب بكري عيبينيه ماله. ذكر أهل السير أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان صاحبا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه. قال أبو العباس المقري: ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان صاحب النعلين والسواك والوساد والطهور كما في صحيحين. ابن عباس بس ثابتياته ابن مسعود خالد الرازي خاوني بيوترا صاحب النعلين وصاحب السواك وصاحب يعني عندي شكاري في غمره بونمنا بيلاوكاني بونمنا سواككي بونمنا هناكي برمالكي راخركي برمالكي بونمنا آوي دزنوجكي يعني مثلا آوي دزنوج بيني أما ابن مسعود أماني كردو خدمت كاري في غمري كله صلى الله عليه وسلم يعني أما تشتك زور قرنج درقة أيش أوي زور آسية إما خدمتي يعني كساني بكين خمان جورة تربية خدمتي الشيخ كاني خمان كان زور آسية خلق أم بابتي لا زور جورة هو تا ابن مسعود الله في غمري صلى الله عليه وسلم هرنا على كاني لبيا داكن ده يكسر كده دسي و دا يعني خدمتي في غمري كده في غمر في يسي بسرعة ويكسر مسينيكي هنا مسيني أيوة في غمري هنا يا عقد برد مسيل أو نبغى بردي هنا أبو في غمري خاص يا ما مسألة نازل مخلط بو بأدب وخوفنا ما ده خلق واي فيها تو آداب للان ما فينا وتر بتشوكي أما في وتر جوري كتو باوكي خود بجورة بزاني كتو برايكي جورت كتو ما مسايك كتو حبيايكي جورة يعني شن خوش تو بيايكي اختيار بيني لجادة يبقى بريتوا يعني تبردسي بجروبي برينا يعني أما من وهستكم أما قيمي إنسانيتك عدلها مو منا هذه نتن بيني وهندي لقطات كابرا يا آفرتك أيوة ببريتوا لجاديك كابرا بسياركي ودي أوستيت بردم سياركاني ترقريه خوي أيبات أو برو دواء أم جادي سوار سياركي يبي أو هم سيارة أوستيني قطعك جادك لبري أو بيرجنيان أو بيربيا وبريتوا يعني أما الشنازية لولاتا بيشكوتو كان هر كسي مبكى يعني هديه في يدري بتايبت لولاتاني وكو يابانوس هندي ولاتيني أمل لا أنا أم دابو نريتا حر تشتكي زور قرنجة توكرم خوي تعالى بقاتلنا وجوانا كان يخوي ذات ما مدى رحمة يبكى نسأل إيمان دا مزرعة ومن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.